تعالوا نروح لفقرتنا او محطتنا الاولى. هيكون معانا بعد قليل بعد هذا الفاصل المهندسه هدى الليثي ناصف، نجله وابنه القائد ومؤسس الحرس الجمهوري ابان عصر الزعيم الراحل انور السادات. الليثي ناصف مؤسس الحرس الجمهوري قررت ترشح نفسها، قررت تقول انا اهو، قررت تقول لا في سيدات في مصر، لا احنا ممكن نخوض معركه، لا احنا ممكن نعمل منافسه، لا الست المصريه تقدر. واحنا مع ان الست المصريه تخوض معركه، لان الست المصريه ضربت المثل. هقول لكم سنه واحده بس، مش هرجع ورا كتير، لان الحقيقه هي الست المصريه هي امي وامك واختي واختك، وهي اللي كانت بتقود في العام الماضي اثناء وابان حكم تنظيم الاخوان كل التظاهرات اللي كانت بتحصل. كل التظاهرات كنت بشوف المسيرات الستات فيها بال60% موجودين، وال40% شباب على رجاله على غيره. احنا معانا المرشحه الرئاسيه هدى الليثي ناصف التي طرحت اسمها، هتكون معانا بعد الفاصل واسيبكم مع تقرير بيتكلم مين هدى الليثي ناصف، ثم نعود الى الاستوديو وهي معنا. اتفضلي. أسبق ترشحها لرئاسة جمهورية مصر العربية. الليثي ناصف مؤسس الحرس الجمهوري من مواليد أغسطس عام 1922، والذي التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1940، وبدأ حياته العملية في سلاح المشاة، وتم تعيينه مدرسا بالكلية الحربية لمدة عامين، ثم حصل على الماجستير في العلوم العسكرية برتبة ص من كلية أركان حرب القوات المسلحة، ثم عين حاكم عسكري لمدينة رفح، إلى أن قام بتأسيس الحرس الجمهوري في أكتوبر عام 1961، ثم عين قائدا عاما له خلال فترة رئاسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واستمر في منصبه عقب رحيل ناصر وتعيين أنور السادات رئيسا للجمهورية، وتم ترقيته إلى رتبة فريق. وعقب تولي السادات حكم مصر نشب صراع بين شرعية الرئيس وبين مراكز القوى في مصر، ولكن تدخل الفريق الليثي ناصف في تلك الأزمة التي كادت أن تهدد مستقبل مصر وأمنها القومي أنقذ مصر من كارثة حقيقية، حيث حاولت مراكز القوى وقتها المحاولة بالقيام بانقلاب عسكري على نظام الحكم، ولكن تدخل ناصف استطاع أن يكشف مخططهم، وتم محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتم الإطاحة بكل من نائب رئيس الجمهورية علي صبري، ووزير الدفاع محمد فوزي، ووزير الداخلية شعراوي جمعة، ووزير الإعلام محمد فايق، ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير، وسكرتير رئيس الجمهورية سامي شرف. وعقب نجاح ثورة التصحيح في مايو عام 1971 تلقى الليثي ناصف تقارير من عدد من السفارات العربية تؤكد أن هناك محاولات لاغتياله نظرا لحساسية منصبه العسكري، إلى أن قام السادات بإعفائه من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، وتم تعيينه كمستشار عسكري لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وأخيرا تم تعيينه سفيرا لمصر في اليونان، إلى أن توفي في ظروف غامضة في 24 من أغسطس عام 1973 أثناء وجوده مع أسرته بالعاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج، بعد سقوطه بطريقة غريبة من شرفة شقته التي كان يقطنها في بناية ستيوارت تاور بمنطقة ميديافيل غرب لندن من الطابق 11، وهو نفس البرج التي سقطت منه الفنانة الراحلة سعاد حسني. وقد تخرجت هدى الليثي من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1986 بتقدير جيد جدا، وتوفي والدها وهي تبلغ 11 عاما، وهي من مواليد عام 1963، وسافرت إلى فرنسا وقامت بتحضير الدراسات العليا في الهندسة الإلكترونية من جامعة إفري بباريس، وقد تزوجت في مصر في تسعينيات القرن الماضي، ولكنها انفصلت مؤخرا عنه، وعندما عادت إلى مصر
بدأت حياتها العملية كمهندسة في شركات لخدمات رجال الأعمال، ثم في شركات لتعليم الكمبيوتر، ثم في تعليم البرمجة، ثم اتجهت أخيرا إلى الأعمال الحرة.